ده المكان اللي الملك بيختار فيه زوجته. كل المتقدمات وأنا كان ممنوع علينا منعا باتا نحط أي ميكاب. حطيت شفايفي على قطعة قماش بيضة وأنا واثقة تماما إني مش حاطة أي حاجة، بس ليه فضلت علامة روج على القماشة وأنا متلخبطة؟ طلبت فورا إعادة الفحص، لكن الموظفة المسؤولة تجنبت تبصلي. مسحت القماشة مسحة خفيفة بسرعة وبعدها ظهر أثر روج واضح. رغم الحيلة الركيكة دي ولا حد من اللي موجودين جرؤ يفضحها، واتضح إن واحدة من المتقدمات كانت سيدة نبيلة وكلهم كانوا بيساعدوها عشان تختار. بعد كده الموظفة شارت على العلامة الحمراء اللي على القماشة وأمرتني أمسح الميكاب، بس أول ما مسكت المنديل اللي ادهولي حسيت إن في حاجة مش مظبوطة. المنديل كان ليه ريحة زهور قوية وفهمت على طول إنه متلاعب بيه. وفعلا أول ما مسكته إيدي اتغطت بنقط حمراء صغيرة. لحسن الحظ واحدة من المتقدمات اللي جنبي أدتني منديل نظيف وقدرت أعدي الجولة الأولى من غير مشاكل. في الجولة الثانية واحد من كبار رجال القصر كان بيفحص ملامح وشوش كل المتقدمات عشان يحدد مين اللي ممكن تجيب الخير والحظ الحلو للملك. بس أنا لاحظت حاجة غريبة، الراجل ده كان واضح إنه بيدور على علامة معينة. وبعد شوية اكتشفت إن كل المتقدمات التانيين أحزمتهم فاضية ما عدا السيدة النبيلة، حزامها كان عليه نقطة حمراء صغيرة. من غير تردد طلعت دبوس شعري وخزت صباعي وحطيت نقطة حمراء صغيرة على حزامي. أول ما شاف النقطة الحمراء دي افتكرني أنا المتقدمة المختارة مسبقاً وأعلن قدام الكل إني تختار تكون الملكة.